تصنيع الاهرامات طبعا من البوليستر، في ناس كتيره صنعتها وطلعت معاها خفيفه جدا والبازار ما رضيش ياخدها. تعالى اقول لك تعملها ازاي، تقيله ورخيصه جدا طبعا عشان ايه تبقى التكلفه معاك حلو. طبعا دي خفيفه جدا، البازار مش هيرضى ياخدها منك. لو خفيفه جدا مش هيرضى ياخدها، ولو صبيتها كلها هيبقى سعرها غالي جدا. طبعا احنا في فكره بنعملوها، انا عن نفسي بعملها. طبعا بيبقى الهرم اهو، ده بتصبه كامل وتسيب القاعده من تحت ما تصبهاش. حطوها نسندوها وهتملاها رملة. الهرم هتملاها رملة. تملاها رملة، هترش شوية مية عليه خفاف. بعد ما كبينا المية وزجيناها طبعا نشف بقي مية مية اهي. طبعا الرملة لما شمت المية اتسوت كلها، هتسيبها في حركة 24 ساعة تنشف زين، وبعد كده تديها طبقة بوليستر من فوق. هيبقى معاك الهرم تقيل حلو جدا زي الهرم ده يا جماعة، تقيل جدا. طبعا لو الهرم انت صبيته وصب كامل هيخش له الطقم ب 300 جنيه، مفيش اي بازار اخده منك ب 300 جنيه. طبعا ده بيتباع ب 125 جنيه جملته. هو لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة وشجعنا عشان نستمر.